السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب العالمين. ربنا يسعد صباحكم بكل خير. انا طبعا بصور الفيديو الصبح وعشان كده انا بصبح عليكم. النهاردة جاية جايبه لكم وصفة حلوة قوي للتبييض، تبييض البشرة وتبييض للجسم. هو ماسك واحد تبييض بشرة وجسم مع بعض. هتلاحظي الفرق في يعني من اول مرة تستخدمي الماسك ده. رائع جدا جدا في التبييض. كمان هتلاقيه بيخفف التصبغات عنك مع استخدام الوصفة. هتلاقيه بيديكي بياض حلو أوي ونضارة بمكونات بسيطة جدا جدا طبعا من المطبخ عندك، مفيش أي حاجة تشتريها من بره، كلها حاجات طبيعية طبعا. واحنا عارفين ان الحاجات الطبيعية كلها مش بتضر خالص، حتى لو مش فادتك مش هتضرك. ولكن هي جميلة جدا جدا لأنها مجربة. وطبعا يعني أنا استخدمتها وقلت الحبايب ليا استخدموها وشكروا في الوصفة، وعشان كده أنا حبيت أصورها وأقدمها لكم. إن شاء الله يا رب تعجبكم بإذن الله. أتمنى منك الاشتراك في القناة وفعل الجرس واعملي سبسكرايب عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتنا. وأنا بشكركم من كل قلبي على كل متابعيني جوه مصر وبره مصر، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الأيام جميعا بكل خير وبصحة وسعادة يا رب العالمين. معانا 4 مكونات. معانا أول مكون، معانا الترمس المطحون. الترمس المطحون اللي معانا ده يا جماعة جميل جدا جدا، كلنا عارفين الترمس وجماله. في تبييض البشرة، بيبيض البشرة، بيخفف التصبغات، بيدي للبشرة نضارة حلوة جدا جدا. ماشي. أول حاجة معانا معلقة من الترمس. آه، المطحون بقى ناعم جدا جدا، هاتيه كده سليم. لو ما لقيتيهوش مطحون عند الراجل تقدري تجيبيه وتطحنيه عندك، هيبقى ناعم كده. معانا طبعا المكون التاني وهو معلقة من النشا. المعلقة دي معايا كبيرة، أنا جبت يعني نص معلقة من النشا. هنقلب المكونات بتاعتنا طبعا. علشان خاطر الوصفة تنجح معانا لازم تقلبي الوصفة وتدخلي المكونات كلها مع بعضها الأول، علشان خاطر كل المكونات لما تتجانس وتتدخل مع بعضها الوصفة بتنجح معانا. واخده بالك؟ طبعا احنا هو قلبنا المكونات بتاعتنا كلها مع بعضها اهي. معانا مكون رائع جدا جدا بقى، كلنا عارفين فوائد الخيار في تغذية جسمنا، وكمان بنستخدمه لبشرتنا لنضارة البشرة ونعومها وترطيبها، وكلنا عارفين فوائد الخيار. طبعا احنا جبنا نص خيارة وعصرناها وصفيناها، ومعانا العصير بتاعنا الجميل ده اهو. طبعا هنقلبه، هنحطه كده على قد ما الوصفة يعني تاخد او تطرى معانا. الخيار مفيد جدا جدا يا جماعة، مش قادرة اقولك على جمال الخيار قد ايه مفيد للبشرة بقى وللشعر وللجسم كله يعني عامة. خلاص، هنحط نقطتين كمان. زي ما قلتلك هنقلب المكونات بتاعتنا الجميلة التحفة دي. طبعا انا عاملة على قد البشرة بس يعني. وانتوا عارفين طبعا البشرة مش بتاخد كتير، لكن انت لو هتعملي بقى لجسمك او لأماكن تانية تقدري تكتري الوصفة. بصي هنقلبها طبعا جدا جدا كويس علشان تطرى معانا وتشرب من المكونات بتاعتنا. تشرب عصير الخيار. بصي بقت ناعمة وهايلة وجميلة ازاي، عشان تقدري تفرديها مظبوط على البشرة. معانا المكون الرابع معانا وهو زيت اللوز المر، واحنا هنحط منه نقطة او نقطتين بس، علشان خاطر بس لو في اي بقع غامقة في البشرة تقدري ان انتي زيت اللوز الحلو بيزيلها. بس كده اهو. ونقلب المكونات بتاعتنا الجميلة الهايلة دي. الماسك ده هايل هايل يا جماعة في تفتيح البشرة وإزالة التصبغات والتفتيح. جميل جدا جدا، بيخلي البشرة كده يعني فيها نضارة كده بعد ما بتعمليه، بتلاحظي الفرق فعلا بجد يعني. لأن طبعا أنا بجيب لكم حاجات يعني مجربة، مش بصور لكم كده أي حاجة وخلاص.
يا رب الماسك يعجبكم. طبعا على بشرة نظيفة بتبتدي ان انتي تفردي الماسك على بشرتك، وبعد كده بتدلكيه حوالي دقيقتين كده، وبعد كده بتسيبيه ربع ساعة لحد ما ينشف، وبعد كده بتغسليه بكل سهولة خالص خالص، مفهوش اي حاجة خالص، وهتلاقي نتيجة هايلة ان شاء الله من الفرق. طبعا انا مش بصور بالتليفون علشان كده ايدي ماسكة تليفون الموبايل التاني، عشان كده مش عارفة اطبق الوصفة على ايدي، بس طبعا ان شاء الله انا متأكدة ان الوصفة هتعجبك وهتجيب معاكي نتيجة حلوة. انا بشكركم من كل قلبي، ويا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير ويعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم اشعار بكل فيديوهاتنا. وانا بشكر كل اخواتي الغاليين، بشكركم من كل قلبي، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله يا احلى اخوات في الدنيا، مع الف سلامة.